أكدتم أن بحوزتكم معلومات تفيد بأن التظاهرة يوم الجمعة ستكون فيها إحياء للفتنة ولها مآرب أخرى، وأن صوت البعث والقاعدة سيكون هو الأعلى فيها. بعد يوم الجمعة الحكومة العراقية بكافة أطرافها تشيد بالتظاهرة وبمطالب الشعب. هل لك أن تتحدث لنا عن المعطيات التي استند لها اجتماع القادة الكتل؟ هل معلومات من قادة أمنيين مغلوطة؟ هل نصائح من شرطة؟ أين الغلط؟ أن التظاهرة فيها بعث وصدام؟ نعم فيها وقلت لك نحن نعرف الجهات التي كانت تحرك. يوم 4 سنين بس يعرف يشرف عليهم، ما يقول ما عندهم امهات، ما عندهم اهل، ما عندهم خوان، ما عندهم ابهات. يجون السريه بالضرايب. الله اكبر الله اكبر والله جبر عنده الله اكبر على الظالم. 4 سنين خلي يشوفوا نور المالكي، خلي يشوفوا كل شريف، خلي يشوفوا اولادي صايمين مصلين وخايفين على الله. رئيس البرلمان ذكر في مؤتمرين صحفيين أن هناك 40 مليار دولار من صندوق DFI مفقودة ومجهولة المصير. هل لك أن تطلعنا عن هذه مليار 40 مليار دولار. أما أنا ما سامع عن قضية وجود 40 مليار مفقودة من DFI. 40 مليار أنا ما عندي علم. يوم الجمعة سجلت هذه الأحداث اللي خرجوا بها المتظاهرين سقوط 18 شخص. أولا 8 مو 18. بعد أحداث يوم الجمعة الماضي وتعرض الكثير من الإعلاميين إلى الضرب والاعتقالات. وينها كثير من الإعلاميين؟ إذا ما تتعاون توقع على هذه الاعترافات راح تتعرض إلى تعذيب خطير. وبدأ يسمعني جهاز كهربائي يصدر أزيز مرعب، ووصل بكل وقاح وبكل وحشية أن يلمس العضو التناسلي ويقول لي تريد تنجب؟ قلت له لا أنا عندي 3 أطفال ما أريد أنجب. أكو بلد بالمنطقة والعالم بيه حريات مثلنا؟ أنتم شايفين المظاهرات اللي تطلع في دول أوروبية شلون يتعاملون وياها؟ من يخلون شوية بالنظام، من شعرها يشحطوها للمرأة. من يضع نفسه في موضع الشبهة عليه أن يتحمل. وين شو وداك أنت لهذا الموضوع؟ هو ليش أكو بلد بالمنطقة بل بالعالم بيه حريات شخصية مثل العراق؟ الحكومة مهما تكتكي وتخططي وتفبركي، يا حكومة مهما تكتكي وتخططي وتفبركي، هذا الشعب بريدك، هذا الشعب بريدك. العنب النصبكي، العنب النصبكي، العنب النصبكي، العنب النصبكي. حذرتم من بعض الجهات التي يمكن أن تستفيد من هذه التظاهرات بشكل سلبي، وأكدتم أن لديكم وثائق. لماذا لا تعرض هذه الوثائق؟ يعني يوم اللي تصل الأمور إلى مرحلة الحاجة لإعلانها سأعلنها وبالأرقام. وقبل شوية كان عندي ناس من أحد الجهات قالوا ناسنا اللي كانوا خلف المظاهرة الفلانية والفلانية وإحنا نعترف لك مال اقتحام وكذا شيء. تقارير مفصلة كاملة أستطيع في أي لحظة أن أفرش وأتكلم، بس أنا ما أريد أعقد الأوضاع، إنما أؤشر فقط ويكفي لإخواني أن يقبلوا التأشير. أنا أأشر أقول
اتركوا المتظاهر ياخذ حريته ويعبر، لا تدخلون وتخربطون بها وتحولوها الى شغب وقتل وضرب. خلي يعبر، خلي يهتف. أما في مجال النفط حسب يعني متابعتي لدينا عقود كبيرة، وإذا أنجزت العقود ستصل طاقة العراق الإنتاجية إلى ما يقرب 11 مليون برميل يوميا، وما يصدر منها أكثر من 9.5 مليون برميل. أنا أعتقد هذا شيء جيد وكبير جدا بالنسبة لحاجة العراق لعائدات وأموال. تقارير في بعض الوكالات الإخبارية تحدث أن بعض الصحفيين وبعض الشخصيات تم اعتقالهم أو التعرض لهم بالضرب بعد المظاهرة، لأنه بعد ما رحلوا إلى بيوتهم أو مطاعم وهكذا. ممكن في تعليق من سيادتكم بهذا الموضوع؟ أنا متأكد هذا ما موجود. اللي صار 4 أثناء المظاهرة، وأطلق سراحهم فورا أنه اطلعوهم ما لكم شغل بهم. احنا عمي مو حكومة دبابات تجينا، احنا غير نمثل صوت الشعب. ترى طولنا هواية. شكرا جزيلا لك.